عملنا لكم النهارده الرز المعمر بس مش ساده بقى. المره دي عملناه بالفراخ بديل لقطع اللحمه بقى. زي ما انتم شايفين الرز مستوي ازاي واللحمه مستويه ازاي ولحمه الفراخ حاجه تحفه كده هتعجبكم. انا الشيف محمود بقدم اكلات وصفات. الرز ده بتاع امي وامك وجدتي وجدتك. طبعا عندنا وركين من الفراخ قطعناهم اجزاء كده، وبنبدا بقى نرص الاجزاء بتاعتنا كده في طاسه، وبنديهم نص ساعه في الطاسه دي كده، ونغطي عليهم لمده نص ساعه لحد ما ياخدوا 3/4 سوا كده زي ما انتم شايفين. بعد ما رصيناهم كده وبنغطيهم طبعا، وبعد نص ساعه بنبص عليهم طبعا كده. احنا خلاص بعد نص ساعه، بعد ما خدوا نص ساعه كده من غير ميه ولا اي حاجه، بينزلوا كل السوائل اللي فيهم. اخدوا 3/4 سوا، حطينا لهم مكعب من الزبده. الزبده دي هنحمر بيها الفراخ ده بقى او الوراك دي، وحطينا رشه ملح ورشه فلفل اسود صغيره. طبعا ده الرز بتاع الرز المعمر بتاعنا، طبعا مغسول 3 مرات، منقوع مغسول كده 3 مرات. حطينا معلقه صغيره، معلقه كبيره من الملح، ومعلقه ونص فلفل اسود، وبنقلب كل الكلام ده كله مع بعضه كده. فلفلنا الرز بتاعنا جاهز بقى. حطينا الرز بقى في ارضيه البرام بتاعنا الفخار ده بتاع البيوت الجميل ده اللي بنعمل فيه الاحلى اكل. وكده زي ما انتم شايفين كده، بعد ما رصينا الفراخ هنحط طبقه الرز التانية بقى. حطينا طبقه الرز التانية، طبعا احنا مملحين الرز وعاطينه فلفل اسود، مش هنحط تاني تمليحه تاني خالص كده، او ملح اللي هو نملحه تاني خلاص. طبعا حطينا ضفنا اللبن بتاعنا، وبندخله الفرن على مسخن مسبقا على درجه حراره 200 ل 220، وبنسيبه من ساعة لساعة الا ربع في الفرن. وبعد ما خد السوا بتاعه بقى بنطلعه نديله الزبدة كده وشوية زيت، ومعانا معلقة كده بنقعد نشكوك الرز كده عشان ننزل كل السوائل دي فيه. ونديله نص كوباية مية اللي هي الكوباية المعيارية لكل برام. بنديله نص كوباية مية كده عشان يتشرب. وزي ما انتم شايفين كده الوش بتاعه بعد ما طلع بقى. وهنبدأ نشوف الرز المعمر وجماله في البيت بكل سهولة باللبن. حاجه تحفه بعد الفراخ ما استوت معانا. طبعا الفراخ مولعه نار زي ما انتم شايفين كده. حاجه تحفه بجد والله. في البيت هتقدروا تعملوها بديل للحمه. رز كنا بنعمله باللحمه بقى نعمله بالفراخ لاهالينا، وتقدر تعمله عشاء للاولاد او غدا للاولاد بكل سهوله في البيت مع الشيف محمود. طبعا هتشوفوا الرز كده مستوي، حاجه تحفه بصراحه. فراخ بالرز المعمر في البيت للاولاد وللاسره، يعني حاجه في منتهى الروعه. زي ما انتم شايفين كده الرز مستوي ازاي.